هتخسي امتى؟ انا جاي اعكنن عليكي، يعتبر العيد خلص اهو، فجاي اعكنن عليكي دلوقتي اللي هو طيب انت قلتي مستنيه رمضان يخلص، مستنيه العيد الصغير يخلص، مستنيه العيد الكبير يخلص، كل حاجه بتخلص. 2019 خلصت و2020 خلصت و2021 خلصت، مستنيه ايه؟ ليه دايما حاطه ميعاد ما بيجيش؟ طيب انت لو انت بتدرسي فانت خلصتي امتحانات، ولو انت وولادك كانوا في المدرسه فهم خلصوا امتحانات، ولو انت ما بتعرفيش تعملي دايت في الشتاء فالصيف جه. ايه بقى؟ مستنيه ايه؟ ليه دايما حاطه وقت معين اللي هو لا انا لازم اخس لما يحصل كذا؟ مش هيحصل. طيب انا ليه بكلمكم بقى بالمنطق ده؟ بكلمكم بالمنطق ده علشان احنا دايما حاطين شماعات. انا واحد من الناس كنت طول عمري حاطط شماعه ايام ما كنت 174 كيلو، قبل ما اخس ال 80 كيلو اللي انا خسيتهم وابقى الشخص اللي اللي قاعد قدامكم ده. ايه الشماعات بقى اللي انا كنت حاططها؟ انا حرقي ضعيف، انا جيناتي كده، اصل انا اهلي مليانين فانا طلعت مليان، اصل انا عندي مقاومه انسولين، اصل انا بكره الجيم، اصل انا مش بحب الدايت، اصل انا مش عارف ايه. انت برضو بتعملي كده وانت برضو بتعمل كده، اللي هو ايه، عارف انت، بس لو ها لو الشمس تيجي من اليمين مكان الشمال. انتوا عارفين ايه اكتر حاجه بتجنني؟ فكره مفيش وقت. انتوا عارفين يعني ايه مفيش وقت؟ مفيش وقت لصحتك، مفيش وقت لثقتك بنفسك، مفيش وقت لراحتك النفسيه، مفيش وقت لشكلك، مفيش وقت لايه؟ يعني انت ايه اهم من ده؟ يعني ايه في الدنيا اهم من ده؟ هل الشهاده اهم من ده؟ هل شغلك وكاريرك اهم من ده؟ هل يعني ما اعرفش يعني ايه اللي اهم من يعني لو حد يكتب لي في الكومنتات اجابه مقنعه ايه اللي اهم من انك تعملي حاجه تحافظ على صحتك، تحافظ على شكلك، ترفع ثقتك بنفسك، تديكي ايدج ان انت تعملي حاجات اسرع من اي حد تاني. آه مش عارف. يعني حته ان انت تستخبي وانت بتتصوري مثلا، بتستخبي ليه؟ ما هو بتستخبي علشان ده فتقفي بالجنب. طب حته ان انت تنزلي المول تقعدي بالثلاث اربع ايام تدوري على حاجه واحده بس تخسسك حتى لو نص كيلو، يعني حاجه شكلها خسسك نص كيلو، بتعملي كده ليه؟ طب ما انت كان ممكن توفري الوقت ده ومجهودك ده في ان انت تروحي في الاتجاه الصح، انك تقعدي فتره تظبطي اكلك وتمرينك ويبقى هو ده حياتك. وبعدين يعني انا معايا بنات بتتابع اونلاين الحمد لله خدوا الخطوه وخسوا وكده. في بدايه الكونسلتيشن لما كنا بنتكلم وبنعمل اسسمنت وبتاع، تخيلوا ايه اللي كان مأخرهم؟ اللي كان مأخرهم ان هي بتقول لي انا كنت رحت اللايف كوتش، اصل انا شفت ريل على السوشيال ميديا بيقول لك حب نفسك زي ما انت ومش مهم، والبسي اي حاجه طالما انت واثقه في نفسك، وخليكي واثقه من براكي عشان الناس تبقى واثقه فيكي ومش عارف ايه. يا جماعه انا ما اعرفش مين ورا الترند ده، يعني انا ما اعرفش مين ليه مصلحه، مين ليه مصلحه ان الناس ما تحسنش من صحتها، مين ليه المصلحه ان البنات ما تحسش ان هي اجمل احلى واثقه من نفسها. رضينا او لم نرضى الستات جزء كبير جدا من ثقتها بنفسها بيجي من شكلها، وان رضينا او لم نرضى جزء كبير من الشكل والمظهر بيجي من الوزن ومن الشكل. ف انا عايز اقول لكم ان البنات دول ما شاء الله خسوا جدا، يعني خسوا جدا. اللي اخرهم كل السنين اللي فاتت دول كلمتين سمعتهم من واحده على السوشيال ميديا ولا من دكتور نفسي ولا. يا جماعه الكلام ده اكلش عيش. لازم نبقى ناشفين شويه، لازم نبقى طف شويه، ولازم نجبر نفسنا ان احنا ندوس. العيد خلص ورمضان خلص وكل حاجه خلصت، يلا من وانت بتتفرج على الفيديو ده يلا نبدا، يلا ناخد الخطوه، يلا هغير من نفسي. لازم يبقى عندك سبب واضح قوي انت ليه بتعملي كده، انت ليه بتحاولي تخسي، لان انت عندك واي. الواي بتاعتي قويه، الواي بتاعتي ان انا فعلا عايزه اتغير لان ده عامل لي ازمه، فانا ما بحبش نفسي كده، لا انا عايزه ابقى احسن. فيعني يا رب تكون الرساله وصلت. ويعني انا بعتذر لو طريقتي طف في الفيديو وان انا بحاول ابقى اجريسيف شويه، بس بجد ده نابع عن تجربتي وتجربه بنات كتير جدا جدا انا مرنتهم في حياتي، اللي هو لا هم لما حطوا الموضوع اولويه حياتهم اتغيرت. انا نفسي حياتي اتغيرت. فانا يعني اللي بيكلمكم ده واحد مر بكل الصعوبات اللي انتوا بتمروا بيها دلوقتي،
وقله الثقه والتنمر وانه مش لاقي لبس وان بقف في الصور بالجنب ومش عارف ايه وبتاع. فانا عارف الاحساس، وعارف بعد ما خسيت الاحساس عامل ازاي، وعارف الفرق السما من العمى زي ما بيقولوا. عشان كده انا جايلك من المستقبل وبقول لك الحقيقه، ابدأي وخدي الخطوه. فانا بعتذر لو طريقتي طف، بس انا والله بحاول اشجعكم ان انتوا تبداوا، وابقى الصوت المخالف للصوت الترند اللي طالع اليومين دول، اللي هو حب نفسك زي ما انت والكلام ده. فلو فعلا الفيديو ده يشجعكم حتى لو 1% انكم تاخدوا الخطوه وتبداوا، اعملوا لي لايك واكتبوا لي في الكومنتات وزنكم دلوقتي قد ايه، وطولكم قد ايه، ونفسكم توصلوا لقد ايه في وقت قد ايه. وبجد تبقى ميموري ترجعوا لها كمان 3 شهور 4 شهور وتشوفوا انتوا وصلتوا لايه. والموضوع ده هيفرق معاكم جدا جدا جدا. شكرا ليكم ان انتوا وصلتوا لحد هنا. استنوني السبت الجاي الساعه 2 زي كل اسبوع. سلام.